تتوقع شنو ممكن يسوي الطمع بالإنسان؟ شلون رجال فقير ما كان يملك غير ثياب ممزقة صار من أغنى التجار، وعنده قصر وخدم ومزارع، وبلحظة واحدة خسر كل شي. الغريب مو هنا، الغريب إنه سبب ثروته كلها كان سر مخيف طلع له من البحر بنص الليل. صالح كان شاب فقير يعيش ويا أمه بقرية صغيرة من الأرياف، يقعد كل يومية الفجر حتى يدور شغل، بس يشتغل يوم و10 لا. ثيابه قديمة وجيبه فارغ، وأمه دائما توبخه بسبب كسله وفقره. وبيوم من الأيام هو ماشي بين المزارع شاف حصان مربوط عنده أكل ومي وكل شي، بس كان يرفس الأرض بعصبية وكأنه ما عاجبه شي. وقف صالح يباوع له بحسرة وقال: لو أني مكانك كان شكرت الله على النعمة اللي عندي. بس صالح ما كان يدري إنه بعد كم يوم هو نفسه رح يصير مثل هالحصان تماما. نسجت أم صالح شبكة صيد سمك وقالت له: روح للصيد يمكن رزقنا هناك. أخذ صالح الشبكة ورماها بالبحر بالليل، وقال بينه وبين نفسه: راح آخذ السمك وأبيعه بالسوق وأربح فلوس هواية، وأشتري مزارع بيها أبقار وخراف ودجاج، وأبيع البيض واللحم. ظل يحلم وما يدري شنو موجود بالشبكة. قعد الصبح على غير عادته، وأمه ما صحته. ركض بسرعة للبحر المكان اللي رمى بيه الشبكة، وبدأ يسحبها، فلقاها ثقيلة. فرح صالح وصار يسحبها، بس كانت ثقيلة كلش، واستغرق ساعة حتى يجرها. بس لما فتحها ما لقى سمك، ما لقى غير صندوق قديم متهالك. نهد وانصدم وجلس حزين، وضرب الصندوق بيأس برجله، فطلع صوت من داخله. خاف صالح وركض شوية، بس رجع. فجأة الصندوق يتحرك يمنى ويسرى، وصالح واقف يتابع حركته وكأنه أكو شي يريد يطلع منه. اقترب وشاف القفل. أفتحه لو لا؟ شنو يا ترى بيه؟ وبعدين قال بغضب: خلي يصير اللي يصير. وأخذ العصا وصار يحاول يفتح الصندوق بقوة، إلى أن كسر القفل وفتح الصندوق. فجأة طلعت منه امرأة جميلة كأنها حورية بحر. صالح ما شايف بحياته مثل هالجمال، عيونها واسعة وقوامها ممشوق. قالت له: أشكرك لأنك أنقذتني من البحر، أنا وحيدة وضايعة، حطوني بهذا الصندوق ورموني، أرجوك تتزوجني، ما عندي مكان أروح له، أوعدك أكون زوجة صالحة ومطيعة. قال صالح: بس أنا فقير، ما أملك غير بيت أمي، بيت صغير أعيش بيه وياها. قالت: ما أريد منك شي، لا مهر ولا فلوس ولا أثاث، بس تزوجني، أنا غريبة بهالمكان وما أريد أرجع للصندوق. فرح صالح وأخذها البيت أمه، وثاني يوم جابت العروس الفطور ونظفت البيت وكنسته. قعد صالح ولقى كل شي جاهز ومرتب. استغربت أمه وسألتها: منين جبتي الفطور؟ قالت: كان عندي شوية فلوس ضامتها. بعدين سألتها: شنو قصتك؟ ليش كنتي بالصندوق؟ وشنو اسمك؟ قالت: اسمي دنيا، أهلي رادوا يزوجوني لابن عمي غصب ورفضت، فحطوني بهذا الصندوق. راح صالح للشغل، وكل يوم ترجع دنيا تستقبله وتهتم به، وبعدين عطته شوية فلوس وشجعته يتاجر. اشترى شوي بضاعة وباعها وربح، ودنيا كانت تسانده. مع الأيام تجارة صالح كبرت وصارت أوسع، إلى أن صار عنده قصر بيه خدم وبساتين ومزارع بيها أنهار ودجاج وخراف ودكاكين بالسوق، وصار من أشهر التجار يبيع الأقمشة والذهب وكل شي. وانتهى زمن الفقر والذل، بدأ زمن الخير. ودنيا كانت زوجة تحبه ومطيعة، وكل يوم يرجع من الشغل تسرع له تدلك رجليه وتحضر المي والملابس والطعام، وكأنه أمير بمملكته. وبيوم من الأيام اجت امرأة لأحد دكاكين صالح، وبإيدها قطعة قماش، وسألته: عندكم مثل هذا القماش؟ بحث صالح بس ما شاف مثل هالقطعة قبل، كانت مميزة وجميلة وما إلها مثيل. واليوم الثاني المرأة ظلت تدور بالدكاكين القريبة من صالح، وكل التجار يقولوا لها للأسف ماكو مثلها. وصالح صار يراقب تحركاتها أسبوع كامل. بعدين راح لها وسألها: منين جبتي هالقماش؟
قالت زوجي كان تاجر وكان يجيب لي أقمشة ثمينة من كل البلدان، بس توفى ترك لي التجارة وحاولت أديرها وحدي. قالها صالح ليش ما تتزوجيني؟ أنا تاجر كبير وأقدر أساعدك وأشيل عنك التعب، بصراحة أنا حبيتك. سكتت المرة شوية وبعدين قالت بس أنا ما أتزوج رجل متزوج. رجع صالح للبيت وهو معصب، رفس المي برجله ودنيا سألته شنو بيك؟ ايش صاير؟ قال ماكو شي، حضرت له الأكل بس ما أكل، وظل 3 أيام على هالحال ما يفكر غير بذيك المرة، رغم إنه ما شاف وجهها غير مرة واحدة. بعدين صارح زوجته دنيا إنه يريد يطلقها، توسلت بيه وسألته ليش؟ شنو سويت؟ شنو تقصيري وياك؟ بس هو كان مصر على موقفه. صارت تبكي وهو صار يضربها ويهددها إنه لازم تطلع من البيت، ولما شافت دنيا ماكو فايدة وافقت بس بشرط. قالت له تعال وياي للبحر والبس نفس الثياب الرثة اللي كنت لابسها ذاك اليوم وحطني بالصندوق. وافق صالح، لبس ثيابه القديمة وأخذ دنيا والصندوق للبحر. قعدت دنيا داخل الصندوق وصالح رماه بالبحر، ولما التفت وراه اختفى كل شيء، القصر والتجارة والمزرعة كله اختفى. ندم صالح ندم شديد، وثاني يوم أخذ شبكة الصيد ورجع للبحر، وبالطريق مر على الحصان وقال له بصوت مكسور تمردت مثلك، رغم أني كان لازم أحمد الله ما أتبطل على نعمته.